السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة، ومن غير ما أطول عليكم حابين نتكلم النهاردة في آخر أخبار مسلسلات رمضان 2026، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. وحابين نتكلم برضو في المفاجآت المتوقعة وأبرز النجوم اللي هيشاركوا معانا في الموسم الرمضاني. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ سريعا بمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي، واللي هيشاركوا البطولة درة ويارا السكري والفنان محمد ثروت، والصديق الدائم للفنان أحمد العوضي في آخر كام عمل اللي هو الفنان عصام السقا. التأليف هيكون لمحمود حمدان والإخراج لمحمد عبد السلام. وندخل بعد كده على مسلسل النجم محمد إمام وهو مسلسل الكينج، واللي أعلن بأن أحداثه هتكون مفاجأة للجميع. وهيشاركوا بطولة المسلسل أكتر من نجم، وعلى رأسهم النجوم حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر وميرنا جميل، وكمان الفنان كمال ابو ريا وغيرهم. التأليف هيكون لمحمد صلاح العزب والاخراج لشيرين عادل، ودول الثنائي اللي شاركوا الفنان محمد امام اغلب اعماله الناجحه. وسريعا دلوقتي للمسلسل اللي تم تغيير اسمه اكتر من مره، من عباس الريس لعباس، واخيرا تم الاستقرار على اسم افراج. ومسلسل هيكون بطوله النجم عمرو سعد، وهيشاركوا البطوله طارق عماد وحاتم صلاح وكمان دينا ماهر واحمد عبد الحميد وغيرهم. التأليف هيكون لورشة قلم والاخراج للمخرج احمد خالد موسى، واللي له اكتر من بصمة مميزة في اعمال زي العتاولة وملوك الجدعنة وغيرهم من الاعمال الجميلة. ودلوقتي مع المسلسل اللي يعتبر بقى ضيف دائم على الموسم الرمضاني، واللي اعلنوا صناعه انه هيكون اخر جزء، وهو مسلسل المداح أسطورة النهاية. البطولة هتكون للنجوم حمادة هلال وهبة مجدي وفتحي عبد الغني، سهر الصايغ وخالد سرحان. التأليف هيكون لأمين جمال ووليد أبو المجد، والإخراج لأحمد سمير فرج. وسريعا لمسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز، واللي هيكون باسم وننسى اللي كان. البطولة هتكون لكريم فهمي وشيرين رضا والفنان ادوارد، وعودة بعد غيبة طويلة. التأليف هيكون للمتميز عمرو محمود ياسين، والإخراج لمحمد الخبيري. وسريعا دلوقتي لمسلسل درش، البطولة هتكون للنجم مصطفى شعبان، وهيشاركوا البطولة النجوم رياض الخولي وسهر الصايغ وسلوى خطاب ونضال الشافعي. التأليف هيكون لمحمود حجاج، والإخراج لأحمد خالد أمين. ونوصل دلوقتي لمسلسل رأس الأفعى، واللي هيضم كوكبة من نجوم على رأسهم أمير كرارة وشريف منير وفتحي عبد الوهاب، وكمان الفنان الشاب احمد غزي والنجمه ماجده زكي. التأليف هيكون لهاني سرحان، والاخراج لبيتر ميمي. ومن المفاجآت اللي موجوده في الموسم الرمضاني هو عوده النجمه هند صبري بمسلسل مناعه، وهيشاركها البطوله النجوم خالد سليم ورياض الخولي واحمد خالد صالح ومحمد انور. قصه هتكون لعباس ابو الحسن، والسيناريو لعمرو الدالي، والاخراج لحسين المنباوي. وسريعا برضه لمسلسل الست موناليزا، وده هيكون بطولة النجوم مي عمر واحمد مجدي وشيماء سيف والنجمة القديرة سوسن بدر. التأليف لمحمد سيد بشير، والاخراج لمحمد علي. ومن المسلسلات اللي احتمال كبير تكون مفاجأة الموسم ده وهو مسلسل اولاد الراعي. المسلسل ده هيجتمع فيه مجموعة من النجوم الجميلة زي ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد والنجمه نرمين الفقي. التأليف هيكون لريمون مقار، والاخراج لمحمود كامل. وهيكون معانا برضو مسلسل النص الجزء الثاني، البطوله طبعا للنجوم احمد امين وبسمه واسماء ابو اليزيد وصدق صخر، وكمان الفنان حمزه العايلي. التأليف هيكون لعبد الرحمن جويش، والاخراج لحسام علي. ومن المسلسلات اللي من المنتظر انها تكون اضافه قويه للموسم الرمضاني مسلسل عين سحريه، البطولة هتكون لعصام عمر وباسم سمرة وعمرو عبد الجليل وسام ابراهيم. التأليف هيكون لهشام هلال، والاخراج للسودير مسعود. ومعلومة على الطاير، المخرج السودير مسعود يعتبر نجل النجم السوري الجميل غسان مسعود، والسودير قبل كده اخرج مسلسل اللي يعتبر نال شهرة من بعدها، مسلسل منعطف خطر. ونرجع للقائمة اللي معانا بمسلسل تحت الحصار، وده هيكون بطولة النجوم منى شلبي واياد نصار، تقريبا بعد اخر حاجه جمعتهم في فيلم تراب الماس. التأليف هيكون لعمار صبري، والاخراج لبيتر ميمي. وكمان معانا في القائمه مسلسل سوا سوا، البطوله هتكون لاحمد مالك وهدى المفتي. التأليف هيكون لمهاب طارق، والاخراج لعصام عبد الحميد. وبرضه هيتواجد في قائمتنا مسلسل اتنين غيرنا، البطوله هتكون لآسر ياسين ودينا الشربيني، وكمان معاهم فدوى عابد. التأليف هيكون لرنا ابو الريش اللي قدمت لنا قبل كده مسلسل كامل العدد، والاخراج هيكون للمتميز خالد الحلفاوي. ونيجي للمسلسل اللي يعتبر هيكون اول بطوله مطلقه للفنان مصطفى غريب، واللي تم تغيير اسمه من بحجر واحد الى هي كيمياء. وهيشاركوا بطوله المسلسل دياب ومريم الجندي وفرح يوسف،
التأليف هيكون لمهاب طارق والإخراج لإسلام خيري. ونيجي لمسلسل النجمة غادة عبد الرازق واللي هيكون باسم عالية، وهيشاركها البطولة النجوم وليد فواز ونبيل عيسى وكمان بسنت شوقي. التأليف هيكون لأيمن سلامة والإخراج لأحمد حسن. وهيشارك معانا في الموسم الرمضاني برضه مسلسل عرض وطلب، وده هيكون بطولة سلمى أبو ضيف ورحمة أحمد، محمد حاتم ومصطفى أبو سريع. التأليف هيكون لمحمود عزت والإخراج لعمرو موسى. وما ننساش إن النجم ياسر جلال هيشارك معانا في الموسم ده بالمسلسل الخفيف مين ما يحبش مودي. وهيشاركوا البطولة النجمة ميرفت أمين بالاشتراك مع أيتن عامر ومصطفى أبو سريع. التأليف هيكون لأيمن سلامة والإخراج لأحمد شفيق. وبرضه في الموسم ده هيشارك الفنان واليوتيوبر أحمد رمزي بأول بطولة مطلقة ليه من خلال مسلسل فخر الدلتا. واللي هيشاركوا البطولة كما هو معلن النجوم حسين فهمي وتامر هجرس وانتصار. التأليف هيكون لعبد الرحمن جويش والإخراج لهادي بسيوني. وهتشارك برضو النجمة ريهام حجاج بمسلسل توابع، واللي هيشاركها البطولة هاني عادل ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد. التأليف هيكون لمحمد ناير والإخراج ليحيى إسماعيل. وبرضو هيتواجد معانا خلال الموسم ده مسلسل بيبو، واللي برضه يعتبر البطولة الأولى للفنان الشاب أحمد بحر الشهير بكزبرة. وهيشاركوا البطولة النجوم سيد رجب وهالة صدقي وليد فواز وإسلام إبراهيم. قصة هتكون لتامر محسن وده شيء مميز جدا لو الخبر ده صحيح. السيناريو هيكون لولاء الشريف والإخراج لأحمد شفيق. وهيطل علينا النجم ماجد الكدواني في خلال الموسم ده بمسلسل كان يا مكان. وهيشاركوا البطولة يسرى اللوزي ويوسف عمر ونهى عابدين. التأليف لشيرين دياب والإخراج لكريم العدل. وبرضه الموسم ده هيشهد تواجد النجمة نيللي كريم بمسلسل على قد الحب. وهيشاركها البطولة النجوم شريف سلامة وأحمد سعيد عبد الغني ومها نصار. التأليف هيكون لمصطفى جمال هاشم والإخراج لخالد سعيد. دلوقتي بقى سريعا بمسلسل نون النسوة. البطولة هتكون لمي كساب وهبة مجدي، أحمد الرافعي وسيمون. التأليف لمحمد الحناوي والإخراج لإبراهيم فخر. وهيشارك برضه من خلال الموسم ده النجم محمد فراج بمسلسل أب ولكن. وهيشاركوا هاجر أحمد وراكين سعد وسلوى عثمان. التأليف والإخراج هيكون للمخرجة ياسمين أحمد كامل اللي سبق وقدمت لنا قبل كده المسلسل اللي كان ساب بصمة مميزة اعلى نسبة مشاهدة. عندنا برضو في الموسم هيكون في مسلسل بحد اقصى، وده هيكون بطولة النجوم روجينا ومحمد القص وخالد كمال. التأليف هيكون لهشام هلال والاخراج لمايا اشرف زكي في اول تجاربها. وبرضه هتشارك النجمة ريهام عبد الغفور بمسلسل حكاية نرجس. وهيشاركها البطولة حمزة العايلي وتامر نبيل. التأليف هيكون لعمار صبري والاخراج لسامح علاء. ونروح بعد كده لمسلسل الخفيف بابا وماما جيران، وده هيكون من بطولة أحمد داوود وميرنا جميل شيرين وميمي جمال. التأليف هيكون لولاء الشريف والإخراج لمحمود كريم. دلوقتي بقى مع المسلسل اللي اتغير اسمه من الأستاذ لفرصة أخيرة، وده هيكون بطولة النجوم محمود حميدة وطارق لطفي. التأليف هيكون لمحمود عزت والإخراج لأحمد عادل سلامة. ودلوقتي مع مسلسل قطر صغنطوط اللي بيشارك به النجم محمد رجب في الموسم الرمضاني، واللي هيشاركوا الفنانين رنا رئيس وكريم عفيفي. التأليف هيكون لمحمد سمير مبروك والإخراج لهاني حمدي. وعودة قوية برضه للفنانة فيفا عبده بمسلسل خلي بالك من مراتك. وهيشاركها البطولة النجوم أحمد بدير وانتصار. التأليف لتامر عبد المنعم والإخراج لمحمد أبو العزم. ونوصل دلوقتي لمسلسل البخت اللي بطولته هتكون النجوم أحمد عبد العزيز ومجدي كامل وعبير صبري. التأليف هيكون لحسام موسى والإخراج لمعتز حسام. وهيشارك برضه في الموسم معانا مسلسل أنا وهي وهم. بطولة هتكون للنجوم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وملك زاهر. التأليف هيكون لنسرين طافش برضه في أول تجاربها، والإخراج هيكون لزهير قنوع. نروح سريعا لمسلسل السرايا الصفراء. بطولة هتكون لوفاء عامر وعمرو عبد الجليل وسارة سلامة. التأليف هتكون لحسين محرم نجل الكاتب الكبير الراحل مصطفى محرم، والإخراج لجوزيف فوزي. ولسه مستمرين بمسلسل السوق الحرة، وده هيكون من بطولة محمد ثروت وهالة فاخر وويزو والفنان محمد رضوان. التأليف هيكون لهشام يحيى والإخراج لشادي علي. نستكمل برضو مع بعض بمسلسل ظروف خاصة، وده هيكون بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين أمين والفنانة لوسي. التأليف برضو هيكون للكاتب حسين محرم والإخراج لمحمد عبد الخالق. وعندنا برضو في الموسم الرمضاني هيكون مسلسل المصيدة. البطولة هتكون لخالد سليم وبسمة. التأليف هيكون ليحيى حمزة والإخراج لمصطفى أبو سيف. ونيجي بقى للمسلسل اللي حبيت ان اخليه مسك الختام، واللي نقدر نعتبره انه عودة لواحد من نجوم الدراما الرمضانية اللي كنا بنستنى اخبار مسلسله كل سنة في الكام سنة اللي فاتت. هو النجم يوسف الشريف بمسلسل فن الحرب، واللي هيشاركوا كوكبة من النجوم على رأسهم شيري عادل وريم مصطفى والنجم كمال ابو ريا واكتر من نجم كمان. التأليف طبعا هيكون للمتميز عمرو سمير عاطف اللي شارك يوسف الشريف
في أغلب أعماله المتميزة زي الصياد والنهاية وكمان مسلسل كفر دلهاب وغيرهم. والإخراج هيكون للمخرج محمود عبد التواب. وبكده نكون عملنا قائمة تقريبا بأغلب الأعمال اللي موجودة أو المشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2026. إن شاء الله يكون موسم درامي قوي ويقدر يمتع كل المشاهدين. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. ويا ريت كمان لو تعملوا لايك وشير الحلقه دي، وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار. واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.